السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله خوتي خواتاتي غادي نتقاسم معكم الطريقة المعتمدة ديالي في تحضير البطبوط معمر. كيجي بنين بزاف بحشوة اقتصادية كتجي معلكة وبنينة ما تشبعوش منها. إن شاء الله غنشارك معكم جميع أسرار باش ينجح معكم وما تخرجش لكم الحشوة نهائيا، والحشوة كتجي عامرة في البطبوطة كاملة، وحتى نتوما تجربوه بالصحة والراحة لوليداتكم وتعتمدوه ان شاء الله. ضروري هذا البطبوط هذا. صراحة في رمضان كنحتاجوه بزاف وبزاف. العيالات كذا كتخرج اليوم الحشوة. ان شاء الله كما قلت لكم الفيديو فيه جميع الاسرار، وما نطولش عليكم ندوزو للوصفة مباشرة. بسم الله على بركة الله. عندي في هذا البول هذا جوج ديال الزليف ديال الدقيق الابيض يكون نوعية جيدة، وزلافة ديال الدقيق الفينو. الزلافة اللي عبرت بها هي هذه، زلافة عادية ديال الحريرة. صافي كنخلط الدقيق مع بعضياتو. غادي نحتاجو الملح حسب الذوق. غادي نحتاج ملعقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة، واحد ملعقة صغيرة ديال السكر سنيدة، والماء دافي. ملي كيكون الجو سخون كنبداو بالحشوة هي الاولى. دابا الجو بارد غادي نبداو بالعجينة هي الاولى باش تخمر معنا، حيت كتاخد شوية ديال الوقت حيت الجو بارد. دابا كنبقاو نضيفو في الماء بشوية بشوية تدريجيا حتى كتجمع ليا العجينة. صافي دابا درتها فوق الرخامة وغادي ندلكها. غندلكها واحد 5 ديال الدقائق. صراحة ما كتاخدش معنا واحد المجهود كبير، يعني ما كاينش تمارة. 5 ديال الدقائق هكا كنبقى ندلك فيها بالكف ديال يدي، وإلا جاتني العجينة شوية قاصحة كنرش واحد الرشة خفيفة ديال الماء. كما قلت لكم ما يكون دافي. انا هذا هو البطبوط المعتمد عندي من زمان، كيجي صراحة من آلة واروع ما يكون. الحشوة ما كتخرج بنين بزاف. المهم هنايا ملي دلكتها صافي درتها في هذا البول هذا، رجعتها اللي نيت عجنت فيه. درت واحد الخويط ديال زيت الزيتون. صافي غادي نغطي عليها وغادي نخليها تخمر. نحطوها في شي مكان دافي. كما قلت لكم دابا الجو بارد، انا غطيتها بواحد المانطا ديال الكوزينه وخليتها على جنب تخمر. بالنسبه للحشوه عندي هنا في الطنجره هذه درت زيت الزيتون، واحد الوريقه ديال سيدنا موسى. عندي هنا واحد 2 دروس ديال الثومه محكوكين، واحد الفلفله حاره، حيت ما درتش البزار، ما غنديرش البزار. غسلتها وقطعتها ديك الفلفله حاره، قسمتها على جوج حيت هذيك الزريعه كتكون حاره بزاف. صافي وقطعتها وغادي نخليها تشحر على نار مهيله حتى كتطلق لينا ديك النسمه ديال الحروره، والثومه حتى هي كتطلق لينا ديك النسمه ديالها، وفي نفس الوقت ما كيتحرقوش. صافي ملي كيتشحروا لينا مزيان كيطلقوا لينا كما قلت لكم ديك النسمه ديالهم الثومه والفلفله حاره. ضفت هنا واحد البصله مشلضه، بصله متوسطه. صافي حتى هي غادي نخليها انا ودائما على نار مهيله. كما كنقول راه اي حاجه كطيبوها على المهل كتجي بنينه. غطيت عليها وغادي نخليها حتى كتذهب ليا هاد البصيله هذه. صافي هنا غادي نضيف الفلفله الوان مقطعه. ضفت انا. المهم حاولوا ترقوها نتوما اكثر مني انا، حيت انا هذه كانت عندي في المجمد، حيت غير كانت عندي الفلفله شويه كثيره وقطعتها هكا صافي الحساب في المجمد. نتوما قطعوها رقيقه الفلفله. صافي الفلفله حتى هي كنخليها كتشحر مزيان مع ديك البصيله والفلفله والثومه حتى كتعلق وكتربى. عاد باش غادي نزيد التوابل. عندي الملح، التحميره، الخرقوم. البزار ما درتوش لان انا دايرين الفلفله حاره. السكينجبير ما درتوش لان غنديره في الكفته ديال الدجاج. بلا ما ديروا سكينجبير هكا مع الفلفله حيت كتجي النسمه ديالو عاطيه. وهنا عندي الكفته ديال الدجاج، شويه ديال الصدر اللي درت معاه شويه ديال العطريه، درت معاه شويه ديال المليحه، شويه ديال البصل، الخرقوم، التحميره، شويه ديال السكينجبير. صافي وطحنته في الهاشوار. صافي هو اخر حاجه اللي ضفت حيت ما كياخذش بزاف ديال الوقت دغيا كيطيب. ملي ربات ليا ديك الفلفله وتعلكات مزيان صافي ضفت الكفته ديال الدجاج وكنبقى هكا نحرك حتى كتفرست ليا هكا. المهم حاولوا نتوما بهذيك المعلقه تفرتوه هذيك الكفته ديال الدجاج باش ما تبقاش يعني مجموعه في، المهم كتله واحده كما بغيت نقول لكم. صافي ملي كنشوف ديك الكفته طابت دغيا كطيب، ما كتاخذش معنا حتى 10 ديال الدقائق ولا 7 ديال الدقائق. اخر حاجه ضفت هي واحد الرشه ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نضيفو الكمون حتى الاخر. صافي دابا راه غادي نطفي. صافي راه طفيت عفوا.
صافي ملي كطيب لينا الكفته ديال الدجاج كنطفيو نديرو قزبر ومعدنوس وواحد الرشه ديال الكمون. صافي انا حيدت الحشوه من الطنجره وخليتها في داك الطبسيل باش تبرد ليا. هنا العجينه راه خمرات كما شفتوا معايا، غادي نخرج من هذاك الهواء. المهم انا هاد البطبوط راه درتو كبير عملاق، غادي نقسمها على 4. المهم تقدروا نتوما هاد الكميه ديال اللي عطيتكم تقدر تخرج لكم 10 ديال البطبوطات متوسطين، ماشي صغار، متوسطين. انا صراحه ما بغيتش نبقى واقفه بزاف، درتهم على 4 هكا، جاوني كبار احسن من كثره الوقفه. صافي كنقسمهم هكا على 4 وكنشكلهم، عاد من بعد غادي نفندهم حتى نعمرهم، عاد غادي نفندهم في الدقيق. شوفوا العجينه كيفاش دايره، والقوام ديال العجينه راه خاصو يكون ديما في الوسط، ما يكونش مرخوف بزاف وما يكونش قاصح، يكون رطب، كنحسوا به رطب ولكن ما كيلصقش لينا في يدينا. المهم ملي شكلتهم خليتهم يرتاحوا واحد شويه، واحد 5 ديال الدقائق هكا ولا 10 ديال الدقائق، دابا حيت الجو شويه بارد. صافي كناخذ واحد الكره، كنطلقها غير واحد شويه ماشي بزاف، غير شويه. كندير الفرماج ديال الساندويتش، والحشوه راه كتبقى اختياريه، ديروا نتوما اللي عجبكم، انا شاركت معكم هذه وانتم ديروا اللي عمروا باش ما بغيتوا. صافي كندير الحشوه، كندير الفرماج هو الاول، داك المربع ديال الساندويتش هو الاول، من بعد كندير الحشوه. والحشوه دائما في الاول قسموها، ملي تقسموا الكويرات ديال البطبوط قسموا الحشوه باش تجيكم نيشان. صافي وكنجمعها بهذا الشكل هذا، راه بهذه الطريقه راه نهائيا واش تخرج لكم، والحشوه كتجي موزعه في البطبوطه كامله لداخل، ما كتجيناش جهه خاويه وجهه عامره. صافي عاد باش غادي نفندها في الدقيق الفينو، فندتهم كاملين بنفس الطريقه، غطيتهم وغادي نخليهم في هذه المرحله دي صراحه كياخذوا شويه ديال الوقت، شي 15 دقيقه هكا. صافي كنخليهم 15 دقيقه يرتاحوا. لا عندكم الوقت غير خليهم 20 دقيقه كاع يرتاحوا باش يجيوكم ساهلين في التقراص. انا راه ما خليتهمش بزاف، خليتهم تقريبا شي 10 ديال الدقائق. صافي وكنبدا نقرص فيهم هكا، كنقرص وحده هكا ونعاود ندوز للثانيه باش كترخى في الثانيه، وكنعاود نرجع للاولى. المهم نتمنى تكونوا فهمتوني. بهذه الطريقه راه نهائيا واش غتخرج لكم من الحشوه. وكنقرصوا من الجهه اللي مسدوده منها البطبوطه، اللي مجموعه منها البطبوطه هكا، حيت كتكون العجينه شويه غليظه من تما، وكنرشوا شويه ديال الدقيق هكا باش العجينه ما تلصقش لينا. وهنا المقله من بعد ما سخنات كنرشها بشويه ديال الزيت نباتيه صافي، وكنرمي البطبوطه. واللي جاتو هكا باش يرمي البطبوطه شويه جاتو صعيبه، يدير الورق ديال ورق الزبده هكا، قرصوا فيه مباشره ورميو في المقله. صافي البطبوطه غير كتبان ليا صافي شدات في راسها الشمعات، ما تخليوهاش حتى تحمر، قلبوها بحال هكا غير شي شويه كتشد في راسها واحد شويه. صافي كنقلبوها، كنرشوا العلوجه ديالها بشويه ديال الزيت نباتيه، وكنبقاو هكا كنرشوا غير 2 مرات، ما كنكثروش الزيت. غير المره الاولى ملي كنرميو البطبوطه، وملي كنبغيو نقلبو كنرشوا العلوجه ديالها فقط. صافي حتى كطيب وكنحيدها، كنديرها فشي سربيته وكنغطيها، وكنكمل بنفس الطريقه اللي طيبتها، كنحطها على جنب وكنغطيها بالسربيته. البطبوط كترجع ليه ديك السخونيه وكيجي من آلة واروع ما يكون. وهذه هي النتيجه، يجي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. نهائيا واش كتخرج الحشوه، والحشوه كما قلت لكم كتجي موزعه في البطبوطه كامله كلها، كتجي عامره. والحشوه كما قلت لكم ما تقيدوش بهذه اللي درت انا، اللي عجبتكم ديروها، ما عجبتكمش ديروا نتوما اللي بغيتو. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي، وبلا كثره ديال الوقفه، غير 4 ديال البطبوطات راه تبارك الله يوكلوا عائله على قدها. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي من الداخل. وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، كنقول لكم مع فيديو جديد، مع السلامه.